درب بريتم معين بخدمه معينه كما قلت لك تسانسنا بكدا مع سي فوزي وخدمنا معاه خدمه باهيه عاونا بالحق وكنا احنا عاوناه زيدا مشي الله غالب هذيك الكوره ان شاء ربي يوجهه خير. توا جانا مدرب كبير زيدا مسيو كازوني قاعد يخدم في خدمه باهيه ان شاء الله ربي يوفقنا ونعاونوه. الامل الكبير ان يكون النهائي تونسي 100% خصوصا وأن المبادره بالهجوم كانت للملعب التونسي عن طريق بسام الدعاسي في مناسبه اولى والسليتي اللي كورته يحولها الحارس للركنيه. لكن اجابه الاهلي السعودي كانت اسرع مما كان متوقع وطلال المشعل يستغل ارتباك على مستوى الدفاع وينجح في رفع الكره بالحارس البجاوي. دقيقة 17 هجوم معاكس يقوده بسام الدعاسي في الرواق الأيمن، خالد بدرة معاه، الدعاسي يسقط والحكم يرى أنه تمويه وينظر مهاجم الملعب التونسي. 20 دقيقة لعب هجوم منسق وبوشعيب المباركي يستغل مرة أخرى الارتباك اللي لاحب بكل وضوح في محور الدفاع وينجح في إضافة الهدف الثاني. زوز أهداف في وقت مبكر خلتنا نتخوفوا من البقية، لكن إصرار زملاء السلامي كان وراء خلقهم لعدة محاولات أبرزها تغافل خلالها الحكم السوري في إنصاف محمد السليتي وإعلانه عن ضربة جزاء واضحة لفايدته. وكادت تكون العودة إلى حجرات الملابس على أسبقية ب3 أهداف للفريق السعودي لو أحكم طلال مشعل استغلال تمريرة بوشعيب المباركي. آخر محاولة في هالشوط كانت للملعب التونسي، لكن تصويبة بسام الدعاسي غير وجهتها صبري جبلة. خلال الشوط الثاني كان لابد من تغيير العديد من الأوراق والخطط، وبرنار كازوني يلعب ورقة الثنائي عبدول نداي وطارق الزيادي. تغيير جاب الخطر معاه على دفاع الأهلي السعودي، وطارق الزيادي يكون في الدقيقة 26 صاحب التمريرة الحاسمة لبسام الدعاسي لإمضاء هدف تذليل الفارق. – 20 دقيقة لعب ما زالت على المباراة وكل شيء أصبح ممكن خاصة مع تراجع فريق الأهلي لمناطقه، لكن الوقت المتبقي ما كانش كافي لتحقيق هالأمل وعجز الملعب التونسي عن إيجاد الثغرات، وزادت صعوبة المهمة بعد إقصاء الحارس حسان البجاوي إثر تدخله المجاني أمام طلال مشعل. باش توفى المباراة بانسحاب الملعب التونسي وعلى مشاهد ما تشرفش كرة قدم التونسية ولا تمت بصلة بسمعة الرياضة التونسية ونرفضوها مهما كان الرهان. وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه لاعب النادي الإفريقي برانس داي وبعد إقصائه على